عارف ايه اكتر حاجة تخوف؟ مش العفاريت ولا الضلمة. اكتر حاجة تخوف انك تكون بتتعامل مع وحش انت مش عارف ازاي تروضه. في ناس في حياتنا اول ما بتدخل المكان الهوا من حواليهم بيتحول، الكل بيسكت، الكل بيبقى مستني. ناس كلمتها سيف ونظرتها بتحسسك انك شفاف، كأنها شايفة كل اللي جواك. ناس ممكن في ثانية واحدة تخليك تحس انك بطل ومستعد تهد الدنيا، وفي ثانية واحدة وبكلمة واحدة تهدك انت شخصيا وتخليك تحس انك ما تسواش. الناس دي لما نكون فاهمينها بنسميهم حمقى، وبنقول عليهم مغرورين ومتكبرين، وبنقول عليهم ناس قاسية وديكتاتوريين. بس الحقيقة انهم ببساطة اللون الأحمر. الناس اللي من غيرهم مفيش شركة بتنجح، ومفيش جيش بينتصر، ومفيش قرار صعب بيتاخد. هما المحرك اللي بيزق الدنيا، بس لسعتهم والأمر لو فكرت تعديهم. لو ما تعرفش ازاي تبعد عن طريقه هيحرقك. احنا النهارده جايين نعرف ليه هو بيعمل كده، ازاي تعرفوا من مشيته ومن قعدته من قبل حتى ما ينطق، وليه ناس زي نابليون وستيف جوبز كانوا بيخلوا اللي حواليهم يعانوا برغم انهم بنوا امبراطوريات عظيمة. والاهم من كل ده اعرفك ازاي تروض الشخص ده، اعرفك ازاي تخليه يسمعك من غير حتى ما يزعل، وازاي تنقده من غير ما يقلب عليك الدنيا. ركز معايا جدا، لانك لو فهمت اللون الاحمر انت هتبقى ملكت مفتاح اهم باب في العلاقات البشرية. ويمكن واحنا بنحكي تكتشف ان انت شخصيا كده. اهلا بيك، انا ادهم سلطان، ودي حلقة جديدة في قناة كلام مني. هبدأ كلامي بان الكاتب كان مقسم الشخصيات لاربع فئات رئيسية وجمعهم في كلمة واحدة، ديسك. هتكلم النهاردة عن الدي اللي هو الشخصية الحمراء. الأحمر بطبعه شخص مهيمن، يعني صريح، وحياته رتمها سريع، بياخد قراراته في ثانية وبيركز على النتائج مش المشاعر أبدا. علم النفس بيقول إن الشخصيات دي عندها حاجة اسمها Target Oriented Mindset، يعني لو في حريقة هو مش هيعيط، هتلاقيه بيزق الناس ويدور على أقرب طفاية ويطفي بيها الحريق، وبعدين يسألكم انتوا كنتوا بتعيطوا ليه؟ لو في مرة دخلت مكتب ولقيت صاحبه كل شوية يبص في الساعة كل دقيقة وكلامه عبارة عن أيوه لأ خلص ايه المطلوب، تقدر تصنفه شخصية حمراء. عشان تفهم تأثير الشخصية اللي زي كده لازم تبص لشخصيات غيروا العالم. تعالوا ناخد مثالين بيتهيألي مفيش اتنين يختلفوا عليهم، نابليون بونابرت وستيف جوبز. نابليون كان بيشوف الخريطة ويقرر انه هيحتل اوروبا كلها في وقت كانش حد يتخيل فيه ده. قوته كانت في سرعة انه بياخد قرارات من غير خوف، لكن في المقابل جنوده والناس اللي حواليه كانوا بيعانوا من طموح اللي ملهوش سقف. كان بيتعامل مع البشر كأنهم أرقام، وده اللي خلاه يبني إمبراطورية عظيمة. لكن نهايته كان وحيد، إن اللي حواليه كانوا خايفين يقربوا منه أكتر ما بيحبوه. لو بصينا على ستيف جوبز أكيد كلنا عارفين إمبراطوريته اللي هو بنيها، شركة أبل. ما كانش عنده في قاموسه كلمة مستحيل، كان ممكن يطرد موظف لمجرد إنه ما عرفش يجاوب على سؤال بسرعة. شخصية ستيف جوبز هي اللي خلت الشركة توصل للي هي فيه النهاردة، وهي اللي طلعت برضه تكنولوجيا سبقت عصرها. بس قصاد ده الموظفين اللي اشتغلوا معاه وصفوا التجربة إنها كانت مرعبة. كان بيضغط على الناس لدرجة الانهيار، وما كانش بيعترف بحاجة اسمها توازن بين الشغل والحياة. هو كان شايف النتيجة النهائية، وأي حد بيعطلها أو بيبطئها في نظره ده شخص لازم يتم استبعاده. فالمشكلة يا صديقي إن الشخص الأحمر ما بيعرفش يجامل، هو مش قاصد يزعلك، هو قاصد يخلص الشغل. توماس إريكسون بيقول إن الأحمر بيشوف الباقيين بطيئين ومترددين فبيضطر يديهم زقة. في دراسات بتقول إن الشخصية اللي زي كده بيبقى عندها هرمون التستوستيرون عالي، وده بيخليه تنافسي بشدة، مش بيكرهك بس برضه مش عايز يخسر قصادك، هو يا دوبك عايز يكسب المعركة اللي هو فيها دلوقتي. عيبه إنه ممكن يدوس على مشاعر اللي حواليه عشان يوصل للهدف، يعني تقدر تقول عليه انتهازي. هو ملوش في الدراما ولا الدموع، بالنسبة له عندك مشكلة حلها، ما عندكش مشكلة ما تصدقني. الأحمر دايما لغة جسده مش عفوية أبدا، تقدر تقول إنه استراتيجي من الدرجة الأولى. دايما لغة جسده بيكون هدفها السيطرة. عندك مثلا الأحمر ما بيتمشاش، دايما خطواته واسعة سريعة، كعب رجله بيخبط في الأرض بقوة، صدره دايما مفروض لقدام ودقنه مرفوعة. لو شفته في طرقة الشغل هتلاقي الناس بتوسع له لا إراديا، لأن جسمه بيبعت إشارة معناها اللي هيقف قدامه هيتداس. لو الأحمر قاعد في اجتماع مستحيل تلاقيه لامم جسمه على بعض، دايما بتلاقيه فارد دراعاته على الترابيزة أو ساند ظهره ورا وفاتح رجله وكله ثقة بالنفس، بيحاول يسيطر على أكبر مساحة ممكنة. في علم النفس السلوكي دي حركة تبع الألفا ميل، بيكون هدفها يوصل رسالة واحدة بس، المكان ده بتاعي. لو ركزت في إيدين الشخص الأحمر وهو بيتكلم هتلاقي إيده مش بتتحرك في دواير، لا إيده بتتحرك في خطوط مستقيمة كأنه بيقطع الهواء حرفيا. وأما بيعوز يأكد على نقطة معينة هتلاقيه بيخبط على الترابيزة خبطة واحدة بس، الخبطة دي هدفها يفوق لقدام، كأنه بيقول له ركز في الكلام اللي بيتقال. لو ركزت في وشه هتلاقيه مش بيبتسم عمال على بطال، وشه دايما جد، حواجبه دايما مضمومة لبعض كأنه بيفكر في حاجة، وعينه دايما فيها تحدي. لو بصيت ليه وهو بيسمعك هتحس إنه مش بيسمع كلامك، هو بيحلل ثغرات كلامك بس عشان يرد. لو حس إنه تحت ضغط هتلاقيه بيغير نبرة صوته
لحد أكتر وبيعدل عادته. دلوقتي هنتكلم عن الحالة اللي توماس إريكسون بيسميها ذا ريد زون. لما الضغط يزيد والوقت يقل والنتائج ما تبقاش مرضية، الأحمر ما بيبقاش بس حازم، ده بيلبس وش شخص ما بيشوفش قدامه. لو شفت العلامات دي اعرف إن الأحمر اللي قدامك في حالة توتر قصوى. أول حاجة الأحمر بيعملها لما بيحس الضغط بتلاقيه بيقفل على نفسه، مش عايز يسمع نكت ولا سلامات ولا عايز يسألك شربت قهوتك ولا لا. اللي بيحصل إن تركيزه كله بيتصب على الحاجة اللي خانقاه. لو حاولت تفتح معاه كلام جانبي في اللحظة دي هيرد عليك رد ناشف يخليك تندم إنك نطقت قدام. أما بيكون في لحظة توتر الصبر عنده بيبقى صفر، ما بيتحملش أي غلطة مهما كانت تافهة. اللي بيحصل إنك هتلاقيه بيبدأ يرمي اتهامات يمين وشمال، زي مثلا انتوا ما بتعملوش حاجة، انا اللي شايل الشيله لوحدي. لغه جسده بتبقى هجوميه اكتر وصوته بيعلى، وممكن يستخدم كلمات تزعل كل اللي حواليه منه وهو بيكون ما عندوش اي فكره العواقب. الاحمر بيفقد الثقه في اي حد حواليه وهو متوتر، بيحس انه لو مخلصش الحاجه بنفسه المركب هتغرق. هتلاقيه بيبدا يدخل في اداء تفاصيل شغل، زي عملت دي ليه، زي مثلا وريني الايميل ده قبل ما تبعته. هو مش بيبقى قاصد يقلل منك ولا من شغلك، هو بس مرعوب من فكره الفشل. وطريقته في التعبير عن الرعب ده بالخنق. الأحمر نادر ما يعترف إنه غلطان، أما بيكون تحت ضغط عقله بيدور على مين يشيل الشيلة أو على مين اللي عطله. تلاقيه بيشاور بصباعه على أي حد بطيء ومهمل وبيحمله نتيجة الفشل كله. دي بتبقى وسيلته الوحيدة عشان يحافظ على صورته القوية قدام نفسه. دلوقتي احنا عرفنا الأحمر بيفكر ازاي ولغة جسده ازاي. طب ايه اللي ممكن اعمله عشان ما ادخلش معاه في صدام؟ ريكسون بيقولك لو عايزه يسمعك لازم تكون بتتكلم لغته. لو دخلت عليه بأسلوبك انت هيتقفل منك. ركز معايا في الأربع قواعد دول. الأحمر بيعتبر الوقت أغلى من الذهب. لو دخلت عليه وقلت له ازيك حضرتك عامل ايه والأسرة الكريمة وبعدين كنت عايز أدردش معاك، أحب أبشرك إنك كده خسرت انتباه وبدأ يحس إنك حمل عليه مش أكتر. عود نفسك تدخل في الموضوع على طول. قول له مثلا التقرير خلص، في مشكلة في كذا محتاجة قرارك فيها. بس هنا هو هيبص لك باهتمام ويقول لك قول لي ايه المشكلة. ممنوع الرغي والعواطف. الأحمر ما بيحبش الدراما. لو رحت تشتكي ليه من زميلك وتقول له انا حاسس ان فلان مش بيحبني وبيني وبينه كيميا وحشه، هيشوفك شخص ضعيف وتافه. دايما تتكلم معاه بارقام ونتائج وحقائق. الاحمر بيعشق المعلومات اللي يقدر ياخد عليها قرارات. دايما اوهمه ان هو اللي مسيطر. الاحمر دايما بيكره ان حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. لو قلت له احنا لازم نعمل كذا هتلاقيه بيعند معاك لمجرد انه عايز يثبت ان هو القائد. قول له قدامنا طريقين لحل المشكله، طريق الف وطريق ب. طريق ألف ده هيكلفنا كذا، طريق ب هيكلفنا. تحب نتحرك في أنهي اتجاه؟ هنا أنت وجهته الحلين اللي أنت عايزه، بس هو اللي اختار الحل. هيتحمس جدا للتنفيذ لأنه قراره هو. دايما واجهه وما تخافش. الأحمر زي ما قلنا دايما بيحترم الشخص الواثق من نفسه. لو لقاك بتهته أو بتعتذر كتير هيدوس عليك أكتر. هو بيحترم الأقوياء، بس لو غلط فيك أو ضغط عليك بزيادة بص في عينه بثبات وقول له أنا متفاهم إنك مستعجل، بس الأسلوب ده مش هيخلينا ننجز الشغل صح. الرد ده بيعمل ليه صدمة وبيخليه يفوق ويحترمك ويعتبرك ند ليه. بس لازم تبقى فاهم ان في شعره رفيعه جدا بين الحزم وقله الادب. الاحمر وهو مضغوط بيبقى عدواني بطبعه. يعني لو لقيت الاحمر وصل لمرحله الانفجار ما تبقاش بنزين وتولع فيه بزياده. يعني اسكت لمده 5 ثواني وبص له بهدوء وقول له لما تهدى نقدر نكمل كلام، وانسحب. الحركه دي بتكسر الايجو اللي عنده وبتحسسه انه فقد السيطره على نفسه، وده اكتر عقاب بيخليه يراجع نفسه ويرجع لك يعتذر لك بطريقته طبعا. طب ازاي تنقده؟ اولا بلاش لف ودوران لانه هيبقى شايف ان ده خبز. ادخل في الموضوع على طول. قول له عندي ملاحظات على المشروع الاخير مثلا وعايز اناقشها معاك عشان نحسن النتائج. هو كده هيحترم صراحتك وهيبقى مستعد يسمع. نقدك ليه دايما يكون عن الافعال مش الشخصيه. اياك تقول للاحمر انت مهمل او انت عصبي، كده انت بتشتمه شخصيا وهو هيرد عليك بعنف. انقد النتيجه. قول له القرار اللي اتاخد الاسبوع اللي فات اتسبب في تاخير التسليم 3 ايام. لما تحط قدامه حقيقه ملموسه مرتبطه بالشغل مش هيقدر يجادل معاك وهيبدا يفكر معاك في حل. خليك مستعد دايما بالادله. الاحمر مش هيقتنع بكلمه انا حاسس او الناس بتقول، لا هو عايز دليل. قبل ما تقعد معاه حضر ورقة وقلم، أرقام وتواريخ وإحصائيات. لما تزنوه بالمنطق وبالأرقام الأحمر بيستسلم فورا. احترم ذكائك. اعرض الحل مش المشكلة. أكتر حاجة بتنرفز الشخصية الحمراء هو الشخص اللي بيشتكي ويسكت. بالنسبة له ده حمل عليه مش أكتر. يعني بعد ما تقول النقد قول فورا وعشان نتفادى المرة الجاية ده أنا بقترح نعمل 1 2 3. هنا أنت تحولت في نظره لشريك في النجاح مش مجرد حمل عليه، وده اللي هو محتاجه فعلا. عود نفسك دايما النقد بتاعك يبقى في وقت مناسب. يعني مثلا إياك تنقده في اجتماع أو قدام حد، دي بالنسبة له هتبقى خطيئة كبرى. لو أحرجته قدام الفريق هيبقى زي الأسد الجريح هياكلك حتى لو أنت صح. دايما النقد يكون بينك وبينه، والأهم ما تكلموش وهو في نص خناقة أو هو مضغوط. استنى لما يخلص اللي في إيده وقول له محتاج بس 5 دقايق من وقتك. في النهاية اللون الأحمر هو اللي بيبني الشركات وهو اللي بياخد القرارات الصعبة اللي ولا أنا ولا أنت
نقدر ناخدها. لو عرفت مفتاحه هيبقى أكتر حد يدافع عنك ويحميك. الحلقة الجاية هنتكلم عن اللون الأصفر، الشخص الفرفوش اللي بيحب الكلام. ما تنسوناش باللايك والاشتراك والسبسكرايب. شكرا ليكم، استنونا في حلقة جديدة. سلام.